استعرض مدير عام مديرية المدينة محمد صالح فرحان بن جلال أبرز المشاريع التنموية والخدمية التي تم تنفيذها خلال عام 2025-2026. أحدثت هذه المشاريع فارقا حقيقيا في البنية التحتية بالمدينة، وقد توزعت هذه المشاريع لتلامس وتغطي القطاعات الأكثر إلحاحا. ففي القطاع الصحي قمنا بتوسعة وتعزيز الخدمات عبر عدة مشاريع في الجانب الصحي، وفي القطاع التعليمي نفذنا عدد من المدارس نظرا للتوسع الديموغرافي. وأوضح بن جلال أن إجمالي تكلفة المشاريع بلغت 5 مليارات و400 مليون ريال من موارد السلطة المحلية بالمديرية، شملت قطاعات المياه والطرق والتعليم والصحة والخدمات المجتمعية بنسبة 100% من قبل السلطة المحلية، وبتكلفة إجمالية تتجاوز 5 مليارات و400 مليون ريال يمني. أكد مدير عام مديرية استمرار السلطة المحلية في تنفيذ المزيد من المشاريع الخدمية والتنموية والعمل على استغلال أمثل الموارد المتاحة بما يلبي احتياجات المواطنين والنازحين. تأتي هذه المشاريع ضمن جهود السلطة المحلية بمديرية المدينة لتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين والنازحين في ظل الظروف الراهنة. لقناة عدن الفضائية، محمد القداسي، محافظة مأرب.